واحد الوليد صغير سميتو ادو رغم صغر السن ديالو كيفكر انه يهاجر البلاد واللي هي الكاميرون. ادو من بعد ما بالصدفه تورط في واحد المشكل بدا كيفكر يهاجر لاسبانيا. فما نحرقلكش الاحداث كتر ونبداو مع الفيلم ديالنا. السلام عليكم ومرحبا بكم في فيلم جديد. الفيلم ديال اليوم كيبدا مع واحد العدد هائل تاع المهاجرين اللي كيحاولوا يهاجروا ويدخلوا لمدينه مليليا. رجال البوليس غير شافوا هذا الكم الهائل تاع المهاجرين ومشاو هجموا عليهم. واحد من المهاجرين حصل نفس الوقت واحد من رجال البوليس بدا كيتعدى عليه. المهاجر طاح وفي البلاصه مول الامان خدا امانته. رجال البوليس غير شافوه فقد الوعي وبداو كيحاولوا ينقذوه، لكن للاسف مول الامانه خدا امانته. فين مشاو للكاميرون وبالضبط لمدينه مامبوما. ادو هو واختو اللي سميتها اليكا غاديين شادين الطريق بالبيكالا ديالهم ومستمتعين بالاجواء. كانت كل الامور غدا على ما يرام حتى لواحد اللحظه سمعوا شي صداع، حطوا البيكالا ديالهم ومشاو يشوفوا اش واقع. وهما كيتمشاو لاحظوا واحد الاشخاص قتلوا واحد الفيل وخداو له القرون ديالو. نفس الوقت بعض من الرجال ديالهم لقاو البيكالا نتاع اليكا ادو، وهكا عرفوا ان شي واحد كيتجسس عليهم. بداو كيقلبوا على شكون هذا اللي كيتجسس، وادو اليكا كيتخباو. بقاو مخبين حتى الاشخاص اللي قتلوا الفيل حتى هما سمعوا الصداع، رماو البيكالا ومشاو هاربوا. ونمشيو عند هاد الشخص اللي سميتو غونزالو الاصل ديالو من اسبانيا، والخدمه ديالو هي انه خدام مع مؤسسه نتاع خيريه الفياله. غونزالو غير ساق الخبر ان واحد من الفيالات تقتل وهو كيسخط بسبب انه ولا مهدد انه يخسر الخدمه ديالو، وبسبب ان هذا الفيل الرابع اللي كيتعرض للقتل. غونزالو بغى يحرق الجثه نتاع الفيل، وواحد من الرجال ديالو اقترح عليه على انه على الاقل انه يفرق اللحم نتاع الفيل على السكان تاع المدينه. غونزالو قالوا انا ما عنديش انا خيريه. من بعدها حرق الجثه نتاع الفيل، خداو البيكالا نتاع اليكا وادو ومشاو يبحثوا في القضيه. اليكا وادو مشاو عند الام ديالهم وعاودوا لها على كل موقع، وهكا الام ديالهم عرفت ان ولادها معرضين لخطر كبير من طرف العصابه. رجال البوليس اكتشفوا ان اللحظه اللي رماو فيها المهاجر نفس الوقت واحد من المهاجرين كان ديجا كيفيلمي، وهكا الفيديو دار غزاوه في اسبانيا وحتى في الاتحاد الاوروبي. وهكا رجال البوليس اللي عندهم علاقه بالقتل نتاع المهاجر ولاو متورطين في مشكل لا عمرهم حتى ضربوا له حساب. الحاكم نتاع مدينه مامبوما مشى عند ادو وقال له جيت عندك نطلب منك البيكالا ديالك لواحد صاحبي. ادو بقى غير كيدور في عينيه، وهنا كنعرفوا بان الحاكم حتى هو عنده علاقه مع العصابه اللي سرقوا القرون نتاع الفيل، وكنعرفوا بانه كيحاول يتاكد واش البيكالا حقا نتاع ادو عاودوا على كل موقع. وهكا الحاكم تاكد بان البيكالا حقا نتاع ادو. طاح الباش نفس الاشخاص اللي قتلوا الفيل هجموا على اليكا وادو وبغاو يحاولوا يقتلوهم باش هكا ما يخليو موراهم حتى شي دليل. الام ديالهم وقفات ليهم في طريقهم. اليكا وادو غير شافوهم ومشاو هربوا من السرجم. رجال العصابه بقاو كيتعداو على الام ديالهم حتى قتلوها. وصل الغد واليكا خوها ادو مازال هاربين، ورجعوا عند غونزالو من بعد ما رفض انه يعطي اللحم تاع الفيل للسكان تاع المدينه. الرجال ديالو اللي الاصل ديالهم من الكاميرون شراوها ليه، وهكا غونزالو كيتطرد من الخدمه ديالو. دازت المده نتاع يومين وادو اليكا مازال هاربين. في واحد اللحظه ادو كيغيب. اليكا مشات خداتو جنب الواد وبقات معاه حتى رجع له الوعي. من بعدها مشاو مكملين طريقهم. اليكا كتفكر انها تغير البلاد من بعد ما عرفت انها معرضه للخطر هي وخوها ادو. مشات سرقات كل ما غادا تحتاج ومشات قاصده المطار. خلات غير طاح الباص، خدات خوها ومشاو بقاو كيتسلتو حتى دخلات. مشات قصدات اول طياره غادا معاه كتوصل كتركب هي وخوها ادو في بلاصه الرويضه نتاع الطياره. وغير دازت شويه الوقت طياره كتشد الطريق. اليكا وادو كيعانيو ونفس الوقت حاسين بقمه البرد. لبسوا الحوايج اللي ديجا سرقوهم، لكن رغم ذلك حاسين بقمه البرد. اليكا عنقات خوها ادو باش لربما ما يبقاش حاس بالبرد.
طلعت الشمس ومازال شاد الطريق. في واحد اللحظة أعضو فاق وكيكتشف بأن أختو عليكا ماتت بالبرد. الطيارة وصلت للمطار، الرويد نتاع الطيارة خرجوا والجثة نتاع عليكا كطيح. أعضو بقى غير كيبكي وما بقى عرف اش يدير. الطيارة غير كتوقف، أعضو كيهبط وفي البلاصة غيب. السيكوريتي شافوه ومشاو كيتجاراو عنده. نفس الوقت كنلاحظوا ان الطياره حطات في السنغال وبالضبط في مدينه داكار. من بعد ما ارتاح، البوليس نتاع السنغال بغاو يرجعوه للكاميرون، هو وهاد الشخص اللي سميتو ماسار بدا كيدير بعض الالعاب الغفه قدام اعضو سولو قالو كيف درتي ليها. ماسار قالو الماجيك، وهما كيديو يجيبوه في الهضره. ماسار سول وقالو كيف درتي حتى وصلتي لهنا. قالو فين جيت انا واختي اليكا. ماسار عاود سولو وقالو وفين هي اختك اليكا. قالو ماتت. البوليس خدوهم بزوج على اساس ياخذوهم للكاميرون. ماسار غير لقى الفرصه المناسبه، فتح الباب، خدا معاه ومشاو هربوا. ماسار حتى هو كيفكر يهاجر البلاد. من بعد ما هربوا، ماسار مشى لبعض الشوافر باش لربما يقنعهم يفوتوا الحدود، لكن الشوافر طلبوا منه المقابل، والمقابل اللي طلبوا منه هو انه يمارس معاهم. ماسار رفض وقرر على انه يفكر في شي طريقه اخرى. طاح الباش وكان لاحظوا ماسار غادي عند الشوافر رغم انه متردد. وصل الغد فاق وما لقاش ماسار، ومشى بدا كيقلب عليه حتى لواحد اللحظه كيتلاقاه وكيلاحظ بان عنده الفلوس. سولو قالو كيف درتي لها. ماسار قالو الماجيك. من بعدها مشاو لموريتانيا وبالضبط مدينة نواكشوط. ماسار بقى عاطيه غير للشفرة حتى لواحد اليوم في الايام كيحصل وكلا قتلان تاع العصا، وهكا قرر على انه يرجع عند الشوافر. من بعد ما اكلوا وشربوا مشاو لجنب البحر. من بعد ما فقد اختو اليكا قال ماسار وعدني بانك عمرك غادي تموت. ماسار قال له ما تخافش، عمري غادي نموت. مشات ايام وجات ايام ووصل اليوم اللي غادي يتحكموا فيه رجال البوليس اللي متهمين بالقتل نتاع المهاجر. ومن حسن الحظ ديالهم ان ما كاينش شي دليل قاطع اللي كيثبت ان البوليس هم اللي رموا المهاجر، رغم ان انتشر الفيديو، لكن رغم ذلك ما عليهش ادله واضحه. البوليس رغم انهم خرجوا ببراءه كان لاحظوا هذا الضابط اللي سميتو ماتيو حاس بتأنيب الضمير من بعد ما المهاجر مات على يديهم. ماسار قد وصلوا للمغرب وبالضبط لمدينة الناظور. ماسار كيتسنى غير في الفرصة المناسبة اللي ياخد معاه ويمشي هاجر لإسبانيا. في كل يوم من الأيام كيتسنى تبان الفرصة المناسبة حتى وصل اليوم اللي فقد فيه الأمل، وقرر على أنه ياخد معاه ويقصد من ليليا بالعوم. خلى غير طاح الباش، خدا معاه ومشى كيسبح. دازو ساعات قلال وكانت كل الامور غادي على ما يرام، حتى لواحد اللحظه الخيط كيتقطع وكل واحد فيهم مشى في طريقه. بقى كيعاني حتى لواحد اللحظه كيفقد الوعي، ومن حسن الحظ ديالو كتلاقى به لامارين تاع اسبانيا وكيلقى حتى مسار حتى هو عند لامارين. والضابط ماتيو هو اللي كينقذ مسار وحتى وصل الغد، خدوه من الخيريه نتاع مدينه مليليا، ومن سوء الحظ نتاع مسار اكتشفوا بانه كبير في العمر وبانه ماشي قاصر، وهكا خداوه على اساس يرجعوه للكاميرون. بقى غير كيبكي. مسار كيحاول يبقى لكن البوليس خداوه بزز منه. مشات ايام وجات ايام كيتاقلم وكيسالي الفيلم ديالنا. فعلا بغيت تفرج في الفيلم كامل غادي نخليك سميت الفيلم في الاخر الفيديو، وما تنساش تدرك واشترك في القناه كتعرفي زلنا لنستمر، وبارطاجي الفيلم مع صاحبك حتى هو يتفرج. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام